السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مهتم تتعلم موشن ديزاين أو أنيميشن، في الفيديو ده أنا هختصر لك رحلة 3 سنين غيرت فيهم حياتي بالكامل، وبقيت مصنف توب ريتد على واحد من أشهر منصات الفريلانس في العالم كله. فلو عايز تعرف طريقك للموشن ديزاين هيبقى عامل إزاي، اعمل كوباية شاي ويلا بينا. دلوقتي عشان تبتدي في الموشن ديزاين لازم تبقى فاهم ايه هي البرامج اللي بنستعملها للموشن ديزاين. عندك مثلا برنامج زي الافتر افكت، ده البرنامج الاساسي اللي هتستخدمه تقريبا في كل الانيميشنز ال 2 دي اللي ممكن تعملها. وفي نفس الوقت لو انت عايز ترسم الرسومات دي بنفسك ممكن تتعلم شوية اساسيات عن الالستريتور او عن الفوتوشوب. على الجانب الاخر لو انت عايز تتعلم تعمل انيميشنز 3 دي، تقدر ان انت تتعلم برامج زي بلندر او سينما 4 دي. دول بيدولك حرية إبداعية أكتر في إن أنت ترسم المجسمات وتحركها بشكل 3D. ممكن ما تلاقيش الخصائص اللي فيهم موجودة في الأفتر إفكت. طبعا في مجالات تانية كتير، وفي ناس بترسم فريم باي فريم، في ناس بتستخدم برامج تانية زي هوديني أو أدوبي أنيميت أو برامج تانية كتير. ولكن إحنا النهاردة هنتكلم عن أكثرهم شهرة، أكثرهم استخداما، ألا وهو الأفتر إفكت. وطبعا أغلب الطرق اللي ممكن تتعلم بيها البرنامج دوت شبيهة بالطرق اللي ممكن تتعلم بيها البرامج التانية. فلو انت برضو مهتم تتعلم البرامج التانية كمل الفيديو عشان في حاجات هتفيدك. طيب دلوقتي الافتر افكت هو بحر واسع من المعلومات. ما ينفعش ان انا ابتدي اجيب معلومة من الشرق على معلومة من الغرب، لازم يبقى طريقي في التعليم طريق محدد وماشي باتجاه ثابت. فانا عندي مثلا لازم ابتدي الاول بالاساسيات. الاساسيات الا وهي واجهة البرنامج، الزراير بتاعة البرنامج، ابتدي افهم المربعات الكتير والاشكال الكتير اللي قدامي دي بتعبر عن ايه، ايه لازمتها. بعد ما انا اعدي المرحله ديت بخش على المرحله اللي بعدها، الا وهي ان انا ابتدي افهم يعني ايه كي فريم، يعني ايه ايزنج، ان التايمنج اند سبيسنج، ان انا افهم ايه يعني ايه لما انا احط كي فريم في الثانيه صفر وكي فريم تاني في الثانيه واحد. اللي بيحصل ما بين الثانيه صفر والثانيه واحد ده هيبقى بطيء في الاول وسريع في الاخر، ولا هيبقى سريع في الاول وبطيء في الاخر؟ كل حاجه ليها سرعه، فلازم تبقى برضو فاهم الكونسبت دوت. فانت تقدر تبتدي تدور على حاجه اسمها تايمنج اند سبيسنج. وكده كده كل ده كان مشروع في الفيديو بتاع الاساسيات بتاع الافتر افكت، لو ما اتفرجتش عليه تقدر تخش تتفرج عليه دلوقتي. طيب انا اتعلمت الاساسيات بس احترت، انا بقيت فاهم الزراير بتاعه البرنامج بس انا مش عارف اعمل انيميشنز او مفيش حاجه معينه بتيجي في دماغي. كان في فيديو جميل جدا شفته زمان كان بيقول لك ازاي تتعلم جرافيك ديزاين. طبعا احنا النهارده بنشرح الموشن ديزاين، ولكن في الفيديو هو بسط الموضوع لأربعة الأربعة دول بينطبقوا على الجرافيك ديزاين زي ما بينطبقوا على الأنيميشن، زي ما بينطبقوا على أي مجال إبداعي في الدنيا. أنت دلوقتي هتبتدي بأول ألا وهي التعليم. دي احنا كده كده اتكلمنا فيها، ان انت هتقعد تتعلم الاساسيات، هتتعلم الواجهه بتاعه البرنامج. عندك بعدين تاني وهي التقليد. دلوقتي انت اول ما تخلص اتعلمت الاساسيات، عايزك تبتدي كده تفتح مثلا مواقع زي بيهانس او دريبل او اي شخص انت شفت عنده انيميشنز عجبتك، تقدر ان انت تفتح تبتدي تحاول تقلدها. بس تختار طبعا حاجه بسيطه، حاجه تكون مش شكلها مش ادفانسد قوي، علشان ما تحبطش نفسك. فانت بتبتدي تشوف والله الراجل دوت شغله حلو، انا عايز ابتدي احاول اقلده، هشوف هعرف اوصل لايه. وفي نفس الوقت بتلاقي ان في يوتيوبرز كتير انا منهم مثلا بنحط فيديوهات اقول لك تعالى نعمل الانيميشن دوت سوا، قلد الانيميشن اللي احنا بنعمله. هتيجي طبعا تقولي لا بس انا عايز اعمل حاجات كرييتيف، حاجات خاصة بيا، مش عايز اقلد حد، إيه انا في افكار في دماغي او ايا كان. هقول لك مفيش مشكلة، انت هتخرج الابداع بتاعك دوت، ولكن لسه مش دلوقتي، يعني لسه الخطوة دي وقتها مش دلوقتي. فانت هتبتدي ان انت تقلد حاجات عشان بس تمرن ايدك، لان اما انت تقعد تقلد فيديوهات كتير ده بيخليك تعرف البوتنشال بتاع البرنامج ده بيوصل لحد فين. انت دلوقتي اتعلمت الاساسيات بس ما اتعلمتش ازاي تقدر تربطهم ببعض. يعني انت ما اتعلمت، انت اتعلمت مثلا الكي فريمز، كل كي فريم على البوزيشن بيعمل ايه، وكي فريم على السكيل بيعمل ايه، وكي فريم على الروتيشن بيعمل ايه. بس انت لسه ما جربتش كده ان انت تجيب فكره انيميشن تبقى بتستخدم فيه الثلاثه مع بعض، تبقى بتستخدم فيه الباث، تبقى بتستخدم فيه ايا كان اللي هتستخدمه. بس لسه ما فهمتش الاحتماليات الواسعه اللي ملهاش نهايه بتاعه البرنامج ده تقدر توصل لحد فين. فاحنا عشان كده بنشوف حته التقليد ديت، بنبتدي نقلد الناس الاول، بننط بعدها للمرحله الثالثه وهي التغذيه. انا دلوقتي عايزك انت مثلا قاعد بتقلب على الانستجرام، طلع قدامك مثلا فيديو انيميشن، انا عايزك تبتدي تقعد تحلله، تقول مثلا يا ترى الحته دي اتعملت ازاي، هل هو حط كي فريم على البوزيشن، هل هو حط كي فريم على الروتيشن، هل هو معرفش ده دخل دي باوباسيتي، ده عمل هنا مش عارفه ماسك، ده بتاع عمل ايه. تبتدي ان انت تقعد تحلل كده الفيديو
بحيث ان انت برضو يبقى عمال بيجي لك افكار. انت لما تشوف حد عمال، يعني انت لما تفضل تشوف فيديوهات لافكار كتير، بيبتدي ان انت يحصل لك زي إلهام، هيجي في دماغك انت افكار جديدة. او في نفس الوقت ان انت لما يجي قدامك فيديو شبه الفيديوهات دي، هيبقى اوريدي عندك فكرة انت ممكن تعمل ايه، لحد ما واحدة واحدة مستواك يبتدي يتطور وتبدأ ان انت تبتكر بنفسك. وهنا بننط للمرحلة الرابعة، وهي تصميم. ان انت بقى بتبتدي تصمم الفيديوهات بتاعتك، بتبتدي ان انت تقدر ترسم المشاهد بتاعتك، تقدر ان انت تحرك المشاهد بالطريقة اللي انت عايزها. انت خلاص اتعلمت وحفظت الاساسيات. طيب احنا دلوقتي شرحنا الموضوع بشكل يعني نظري، لسه ما شرحناهوش بشكل عملي. انا دلوقتي عايزك، انت اتعلمت الاساسيات، ما تبتديش بقى في ان انت تحشر نفسك في مجال معين، اللي هو انا هتعلم لوجو ديزاين وبس. انت دلوقتي عندك الافتر افكت ده بيتيح لك انك تعمل انيميشنز باختلاف المجالات. في ناس بتستخدمه في الفيديو اديتنج، في ناس بتستخدمه في الموشن ديزاين كاكسبلينر فيديوز، ناس بتستخدمه كلوجو انيميشن، ناس بتستخدمه، يعني ليه مليون استخدام. يعني الانيميشن هو مش مهنة واحدة، هي تحتها مليون تفريعة تانية. في ناس بتبقى شغالة مثلا في الكاركتر انيميشن، ناس تانية تبقى شغالة في الريجنج، ناس تانية تبقى شغالة، كل حاجة وليها يعني زي اختصاص. يعني زي ما انت مثلا عندك في مهندس اتصالات ومهندس مدني ومهندس كمبيوتر وهكذا، برضو عندك في انيميتور شغال في اللوجو انيميشن، انيميتور شغال في المش عارفة ايه، كل حاجة وليها اختصاصها. فانا مش عايزك تحشر نفسك في اختصاص معين. لو انت لسه في اول شهر شهرين ليك بتتعلم، او انت لو لسه في اول 6 شهور حتى بتتعلم، عايزك بتجرب كذا حاجة. جرب النوعية دي وجرب النوعية دي، لان كل واحدة فيهم هتبتدي تضيف لك معلومة انت ما تعرفش ان انت ممكن تحتاجها وانت بتعمل التانية، ما تعرفش ان انت ممكن في يوم تعطل على حاجة وتحتاجها في التانية. غير كده انا عايزك تبقى فهمت البرنامج ككل، لان ما تبقاش ان انت فاهم البرنامج كله ما عدا جزئية معينة، ما انت هتيجي بعدين هتحتاج الجزئية ديت. وده بينقلنا على المرحله الجايه. انت دلوقتي وانت بتتعلم، ما ينفعش مثلا انت تروح لحد يقول لك انا هعلمك وهدي لك كل الافكتات هشرحها لك في فيديو واحد، وهشرح لك كل الانيميشنز اللي ممكن تتعمل، هشرح لك كل حاجه. انت هتنسى، انت كده كده هتنسى. انت مهمتك ان انت تتعلم الاساسيات. تيجي بقى بعدين، انت مثلا جه في دماغك فكره، انا عايز اعمل انيميشن نار، عايز اعمل انيميشن ميه، حاجه بتعمل سبلاش، عايز اتعلم ايا كان بقى الفكره اللي في دماغك دي. اما تقوم فاتح كده اليوتيوب وتكتب مثلا هاو تو ميك فاير توتوريال افتر افكت، او تكتب مثلا على طول فاير توتوريال افتر افكت، هيقوم طالع لك فيديو ايه 30 ثانيه، دقيقه، 5 دقائق. اللي هو انت بقى في دماغك الفكره، انت هتبقى خلاص قادر ان انت تنفذها على طول، مش لسه هتتعلم البرنامج كله من اول وجديد. او اصلا ان انت تبقى بتدور على المعلومه في وقت ما انت احتجتها. ده هيثبتها في دماغك. يعني انت ممكن انا اقول لك يلا تعالى دلوقتي انا هعمل لك فيديو اشرح لك فيه كل الانيميشنز اللي ممكن تعملها، انت هتنساهم لان مفيش في دماغك موقف انت محتاجهم فيه دلوقتي. لحد ما يجي بعدين تشتغل مع عميل ويقول لك انا عايزك تعمل لي انيميشن فيه الحركه دي، هتيجي تقوم قايل ده احمد كان شرحهم في وسط المليون حركه التانيين اللي شرحهم لي، انا مش فاكر منهم ولا واحده. فاتعلم الاساسيات، احترف الاساسيات، وابتدي ان انت مشي ايدك في مشاريع كتير. شفت لوجو انيميشن بسيط عجبك، حاول ان انت تقلده. شفت انيميشن من اعلان عجبك، حاول ان انت تقلده. المهم ان انت تبقى عمال بس بتمرن ايدك. ده من ناحية، ومن ناحية تانية ده هيبقى بيضيف لك على البورتفوليو بتاعك بعدين، ودي نقطة برضه هنتكلم فيها بعدين. بس كده عشان نبقى اختصرنا الحتة ديت، انت بتتعلم الاساسيات، وممكن برضه مع اساسيات الافتر افكت تتعلم شوية اساسيات للإلستريتور او للفوتوشوب عشان تقدر ترسم وتصمم الحاجات اللي انت هتحركها. بتنقل نفسك على الشغل على طول. ان انت دلوقتي في انيميشن معين انا عايز اقلده، انيميشن يكون بسيط، ما يكونش فيه افكتات كتير، ما يكونش فيه لعب كتير، تكون حاجة بس بسيطة، واحدة واحدة تبتدي تعلى بالليفل، واحدة واحدة. بعدين هتبتدي بقى تخصص نفسك في حاجة معينة. خصص نفسك في اللوجو انيميشن مثلا، انت خلاص انا كيفي النهارده انا هبتدي اخصص نفسي في اللوجو انيميشن. ساعتها بقول لك استمر زي ما انت عايز. تقدر ان انت تتفرج على توتوريالز تحديدا للوجو انيميشن. انت دلوقتي مثلا بتقلب على الانستجرام، طلع لك فيديو من عندي او من اي حد تاني بيعمل نفس نوعية المحتوى، هيجي يقول لك مثلا
تعالَ أورّيك الeffect بتاع posterize time بيعمل إيه، فأنت تيجي تبُص كده تقول والله تصدق الeffect ده ممكن أستخدمه في حاجة ليها علاقة بشغلي. ما أصل أنت بتشوف الفيديوهات دي كتير، ما أنت أكيد مش يعني أنا مثلًا منزّل 100 فيديو، ال100 فيديو دول مش لكل الناس يعني، أو مش لكل الناس، مش كل الناس هتحتاجهم دلوقتي. ممكن حد يتفرّج على الفيديو يقول لك والله الeffect ده. أنا كذا حد بالفعل يبعت لي يقول لي: "أنت نزّلت الفيديو ده في وقته، أنا كنت بادوّر على شرح للeffect ده ومش لاقيه." ييجي حد تاني ممكن يكتب لي نفس الcomment بعدها بسنة. فيديو نازل بقى له سنة، كل ده هو ما كانش محتاجه، بس أنت بتبتدي تشوف كده تلاقي إن أنت مع الوقت عمّال كل شوية تجيب معلومة من هنا، على معلومة من هنا، بدأت إن أنت بتنمّي في دماغك database للبرنامج، إن أنا خلاص أنا طالما فاهم البرنامج، فأي حاجة مهمًا كانت فيه، يوم ما احتاج أعملها مش هيبقى صعب عليّا إن أنا أعملها. وكل بقى ما تبتدي إيدك تاخد على الكلام ده، هتلاقي إن أنت بطّلت تلجأ أصلًا للفيديوهات ديّة، هتلاقي إن أنت بقت خلاص المعلومة ثابتة هنا، لإن أنت اتعلمتها لمّا كنت محتاجها، فالمعلومة ثبتت هنا. أمّا تيجي عايز تعمل animation للنار بعدها، مش كل مرّة هتفتح الtutorial. أمّا تيجي عايز تعمل animation للمَيّة، مش كل مرّة هتفتح الtutorial. أمّا ييجي بقى في دماغك فكرة جديدة، النار بتطلّع مَيّة، أنت هتعرف تعملها لإن أنت خلاص بقيت إيه، فاهم كده البرنامج بيمشي إزاي. فعارف أنت السواقة أمّا يقول لك إيه، بتحس بالعربية، أنت هتبقى حاسس بالafter effect بنفس الطريقة بالضبط، وأنا بجد مش باهزر، أنت هتبقى فعلًا اللي هو أنت فاهم البرنامج ماشي إزاي. فأيًا كانت النتيجة اللي في دماغك هتعرف اللي هو إيه، ده في مليون طريقة ممكن أعملها بيها، أنت هتبقى محتار أنهي فيهم أسرع، يعني عشان بس إيه، أنجز نفسي. وهنا طبعًا برضه ده بيفيدك في حتة الناس الtutorials اللي أنت مشيت وراهم، في حتة التقليد، إنك تمشي ورا الطريقة بتاعتي أحسن من إن أنت تبقى لسه قاعد عمّال بتكتشف مع نفسك. فأيًا كان بقى أنا أو غيري، يعني أنا مش باتكلم عليّا أنا باتكلم على أي حد عامةً أنت بتتفرج عليه، إنك تبقى بس اللي هو إيه، حفظت الwork flow عامل إزاي. لو أنت طبّقت الحاجات ديّة أنت بنسبة كبيرة يعني الموضوع مش هياخد منّك شهر بصراحة، لو أنت فعلًا حطّيت وقت كبير في الموضوع دوّة، مش هياخد منّك شهر. لو أنت مشغول شوية بتعمل الموضوع ده جنب دراستك، جنب شغلك، ممكن شهرين، 3، 6، سَنة. طبعًا هي بتختلف من كل شخص على حسب برضه ما إحنا مش زي بعض، يعني إحنا مش كُلّنا زي بعض، فكل واحد بتختلف من شخص لشخص، بس كل ما هتدّي الحاجة أكتر، كل ما هي هتدّي لك أكتر. دي كده شوية حاجات يعني إيه، الأساسية. نيجي بقى لشوية نصايح دي بقى خاصة بيّا أنا، يعني دي ما لهاش علاقة ب دي أساسي أو مش أساسي. يعني يا ريت مش أول ما تخلّص أول animation عندك، أول animation أنت عملته، تقوم داخل على جروب على الفيس، تقوم منزّله وتقول يا جماعة تقييم من 10. أنت كده يعني إيه، أنت بتحبط نَفْسك، لإن أصل أنت مستني إيه؟ يعني أنت مستني يا إمّا حد هيطبّل لك، يا إمّا أنت مستني إن حد هيكدب عليك أو حد هيخُش يقول لك الanimation وِحِش. هتحس بإحباط، مش هتبقى عايز تكمّل. عادي شارك رحلتك مع زمايلك، شارك رحلتك مع الناس اللي أنت بتحبهم، بس ما تبتديش أنت تعرضها للتقييم. أنت بتعرض رحلتك عادي، ممكن تبقى بتنزّل بتشارك تقول يا جماعة شوفوا الأنيميشن إيه رأيكم مثلًا، إيه اللي ممكن أطوّره، تبقى بتسأل. حاول إن أنت دايمًا تبقى بتعمل تغذية بصرية بحيث إنك إيه، يعني تبقى بتشوف الناس بتعمل الأنيميشنز بتاعتها إزاي عشان تنمّي الحتّة الفنية اللي عندك. فأنت بتبتدي مثلًا اللي هو إيه، تشوف إزاي إيه الألوان اللي هم استخدموها ديّة، أستخدم ألوان شبهها، أفتح أدوّر مثلًا على color palettes وابتدي أحاول إن أنا أستخدمهم في الanimations بتاعتي. يعني حاول كده إن أنت اللي هو إيه، تبقى مش بس بتاخد منّهم في حتّة الanimation، لأ أنت تبقى بتاخد منّهم في الحتّة الفنية. يعني لإن هي في الأول وفي الآخر هي كلّها حاجة مرسومة، إحنا بنحرّكها من النقطة A للنقطة B. الفرق بقى اللي ما بين النقطة A والنقطة B ده هو اللي بيحدد فعلًا أنت animator كويس والّا لأ. ونقطة تانية، أنت دلوقتي بعد ما تبتدي تتعلم مثلًا فترة، هتيجي تبُص على شغلك القديم، هتحس إن هو مش حلو، هتحس إن هو مش عاجبك. دي حاجة كويسة، يعني ما تعتبرش اللي هو إن أنت كده شخص مش شاطر أو شخص مش ناجح، لأ بالعكس شوف ده على يعني شوف ده إن هي علامة إنك بتتطور، بتحسّن من نفسك، إن كل animation يبقى أحسن من اللي قبليه. ما فيش مشكلة إن أنت بعد فترة أصلًا ترجع لأول animation أنت عملته وتعيده من أول وجديد بشكل مختلف. نيجي بقى لحتة الناس اللي عايزة تتجه بعدين لسوق العمل، أنت ممكن تبتدي إنك تعمل portfolio، تبتدي تعمل صفحة على مواقع الfreelance، تبعت للعملا. يعني في مواقع freelance كتير، كل ما كنت موجود على مواقع أكتر، كل ما أنت بتزوّد فرصك، لحد ما نشوف إيه الموقع اللي أنت إن شاء الله ربنا هيكرمك عليه وتكمّل رحلتك فيه، بما إن ده اللي بقى إيه مصدر رزقك اللي شغال معاك. في نفس الوقت أنت ممكن مثلًا تعمل صفحة على الإنستجرام تحط عليها شغلك، تبتدي إن أنت تدوّر على صُناع محتوى يكونوا مثلًا ممكن يستفيدوا من الخدمة اللي أنت بتقدّمها، تعرض عليهم إن أنت تشتغل معاهم، تعمل لهم فيديوهات. حاول ما تعملش فيديوهات كتير ببلاش وأنت لسه في بدايتك غير للناس اللي أنت شايف فيهم فعلًا أمل إن هم ييجي منهم.
لان يعني اغلبنا بيقع في حته اللي هو ان يجي لك حد يقول لك انا هاخد منك فيديوهات بالافات الدولارات بس اعمل لي اول فيديو ببلاش، وهو يبقى شخص يعني نصاب. ما ملهاش حاجه ملهاش مسمى غير كده، هو شخص نصاب. شخص مش مهنته مثلا ان هو فعلا بيعمل فيديوهات او صانع محتوى. ممكن يكون اصلا حد عنده يعني جاي له اوردر واللي هو ايه هو مكسل يعمله، فيقوم جايب مثلا 10 اشخاص كده يقول لهم ايه انا هعمل لكم هبعت لكم فيديو لو عملتوه حلو هشغلكم معايا. يقوم باعت لكل واحد فيهم فيديو، ياخدهم يبعتهم للكلاينت بتاعه وبس، هو ما اشتغلش. ده غير برضه ان انت يعني انت ممكن تطور من نفسك في حتة تانية، زي ان انت تبتدي تتعلم مثلا ساوند ديزاين. فانت تبقى بتضيف يعني روح اكتر لفيديوهاتك. ممكن ان انت بعد ما اتعلمت الاساسيات تبتدي بقى تشوف ايه البلجنز اللي ممكن تسرع عليك، لان في حاجات كتيرة قوي بدل ما انت تعملها يدوي ممكن بلجن تعملها لك بدوسة. حاجة مثلا انت في العادي كنت هتعملها في 10 دقايق بدوسة زرار تتعمل في ثانيتها. فبرضه حتة البلجنز بتبقى مفيدة. ونصيحة برضو يعني مني، ما تكركش، ما تنزلش كراك، ما تاخدش البلجنز كراك. غير ان ده حرام، انت ممكن تتفيرس، ممكن جهازك ممكن ملفاتك تتسرق، ممكن جهازك يتشفر، ممكن يحصل لك مشاكل كتير انت في غنى عنها. ريح دماغك عشان ربنا يبارك لك في شغلك اشتري البرنامج. غير كل ده بقى، لو انت عايز برضو تسهل على نفسك شويه، انت ممكن تخش جروب الواتساب بتاعي، هتلاقيني دايما موجود. لو انت عندك اي اسئله ممكن اجاوبك عليها. لو عايز تسهل على نفسك اكتر واكتر، انت ممكن تشترك في الكورس بتاعي. هتلاقيني بعرض لك بقى ببسط لك كل الهري اللي انا عمال بهريه ده في 5 ساعات، بشرح لك فيهم الاساسيات، بعدين بشرح لك ازاي تقدر تجيب رسومات وتنقلها على الافتر افكت، ازاي تقدر تعمل الاربعه انيميشنز الحلوين اللي ظاهرين قدامك دول، ازاي تقدر تعمل صفحه على مواقع الفريلانس، ازاي تقدر ان انت تحط ساوند افكتس، ازاي تجيب بلجنز تسرع لك شغلك، ازاي تعمل صفحه على موقع الفريلانس تبعت للعملاء، ازاي تعمل صفحه كويسه ازاي عشان العملاء يجوا يبعتوا لك. كل ده في خلال 5 ساعات، 19 محاضره. والكورس عليه خصم لفتره محدوده. يعني بص عليه بصه، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، واكتب لي في الكومنتات عايز تشوف ايه الفيديو الجاي.